كان في صوت يا صديقي تحت الأرض، صوت مفهوم وقديم وبيتنفس كأنك بتصحي حاجة كانت نايمة من قرون. وفي منتصف الخمسينات في القاهرة تحديدا كانت بتتشقلب ثورة وتغيرات وسياسة وقرارات فوق العادة. وكان في قرار اتاخد من فوق قوي جدا، قرار ببناء مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي، مش مبنى عادي لأ، لازم يكون ضخم وعالي ويطل على النيل ويكون رمز لمصر الحديثة. وقع الاختيار على حي عتيق في بولاق أبو العلا، بس اللي محدش قاله إن الأرض اللي اتبنى عليها مبنى مسبيرو كانت زمان مدافن مشهورة جدا ومغطاة فوقها وبحواري شعبية، واتبنت بالعافية وسط كتل من التاريخ المهجورة. والمنطقة ديت حسب الوثائق القديمة كانت ساحة إعدام مصر في العصر المملوكي، وناس كتير ماتت هناك ومظلومة ومش مظلومة. وكان مكان تاريخي، كان مكان دموي ومحدش كان بيقرب منه بعد المغرب تحديدا. الدولة بعتت قرارات إزالة وهجروا الناس بالقوة، والبيوت كانت بتتهد فوق أصحابها، وأطفال اتشردت والشيوخ ماتوا بالحصر، وستات كانت بتصرخ وهي بتتشال من عتبة بيتها اللي اتولدت عليها. وفي واحدة ست كبيرة كان اسمها أم سليمان اتشنقت في نفس المكان وفي وسط الحارة قدام العساكر، وقالت الأرض ديت بتاعتي واللي هياخدها هيشوف أيام سودة. العمال يا صديقي لما بدأوا الحفر لقوا كوارث في أول أسبوع شغل. واحد اتدفن حي وهو بيحفر، الحفرة اتقلبت عليه رغم إن الأرض كانت ناشفة. اتقال ساعتها التراب بلعه. وحفار كبير اسمه شوقي قال إنهم في يوم لقوا سرداب بالطوب الأحمر، ولما فتحوه لقوا تابوت غريب مكتوب عليه رموز مش مفهومة وحواليه جماجم صغيرة كأنها جماجم أطفال. وبعدها بيوم شوقي اختفى حرفيا، اختفت هدومه وكانت مرمية جنب السرداب، بس هو ما كانش موجود ولا ليه أي أثر خالص، كأنه اتبخر بالظبط. المبنى يا صديقي اتبنى رسميا سنة 1960 وسموه مبنى مسبيرو على اسم عالم آثار كان بيشتغل في مصر. لكن الاسم ده بقى بعد كده بقى رمز للرعب وسط الناس اللي اشتغلوا فيه. وفي البداية وأول ما اشتغل المبنى كانت بتتسجل برامج دينية ووطنية ونشيد وطني وإذاعات مدرسية، بس الأشرطة كانت بتشوش وتقطع ويتسجل عليها أصوات مش مفهومة. وفي مرة استوديو 13 تحديدا اللي اتقفل بعدها بسنين كان بيسجل حوار مع شيخ كبير جدا، وبعد الحلقة المونتير سمع صوت بيقول وسط الكلام مفيش نور هنا، كل اللي جوه ده ميت ومفيش تفسير. والناس كانت بتشتكي من برد شديد في أماكن معينة خصوصا في الدور السادس، وكان البرد بيخلي الناس ترجف حتى في عز الصيف، والمكيفات ما كانتش شغالة أصلا. بس في موظفين كانوا بيقولوا إنهم بيشوفوا بخار طالع من الحيطان، وساعات بيلاقوا أسماء محفورة جوه الدولاب ومكتوبة بالعكس. كل دور في مسبيرو ليه حكاية. الدور التاني يا صديقي في استوديو قديم اتحول لمخزن، والسبب إن في مذيعة اسمها نهى دخلت تسجل حلقة هناك سنة 1984، والمخرج سمعها وهي بتصرخ وجري يفتح الباب لقاها واقفة في الضلمة وعينيها متجمدة وبتقول المايك بيتكلم، المايك بيقول اسمي. خرجت من المبنى وما رجعتلهوش نهائيا تاني. أما بقى في الدور العاشر كان في مصعد بيقف لوحده الساعة 3 و13 دقيقة بالظبط، تلاقيه وقف لوحده مهما كان نازل أو طالع، يقف فجأة عند نفس المكان، الباب يفتح ومفيش حاجة. وفي مرة الكاميرات سجلت شبح لبنت صغيرة واقفة جوه المصعد وشعرها نازل على وشها ورجليها مش لامسة الأرض، ووشها تحس اللي هو مقلوب. الفيديو اختفى بعدها من الأرشيف. وفي الدور الخمستاشر في قاعة اجتماعات اتقفلت بعد حادثة شهيرة سنة 1999، وكان في 3 موظفين دخلوا القاعة عشان اجتماع خاص جدا واتأخروا. الأمن دخل عليهم لقاهم قاعدين نايمين والتكييف شغال لكنهم جثث متجمدة، ماتوا بنفس اللحظة ووشوشهم كانت متحولة كأنهم شافوا حاجة قبل الموت. والأرشيف اللي تحت الأرض ده لوحده قصة تانية، نازل 3 أدوار تحت مستوى الأرض، وفي موظفين كانوا بيتوهوا فيه.
لأ ومش بس كده كمان، ده كانوا بيفضلوا بالساعات عاملين نفسهم راجعين رايحين، واللي خرجوا منه في حد اسمه رمزي موظف قديم اختفى سنة 2003 وهو داخل ياخد شريط وما طلعش إلا بعد 17 يوم، لقوه نايم جنب رف الشريط وعايش بس مش بيتكلم وبيبص للسقف، وكان في كاميرات مراقبة على مداخل الأرشيف، وفي يوم اتسجل فيديو للباب بيتفتح لوحده ويخرج منه ظل أسود بيتحرك في الأرض زي الدخان بالظبط ويرجع تاني. الفيديو اتعرض على الإدارة وبعدها الكاميرا اتفكت واتشالت. ماسبيرو ما بقاش مبنى خالص، ماسبيرو بقى بوابة مكان بيبلع اللي يدخل ويحتفظ بروحه جواه. في موظف كمان من الحراسة اسمه عم صلاح شغال من 35 سنة بيقول إن المبنى دوت مش للناس العادية، ده عامل زي السجن بس اللي جوه مش بشر، وفي ناس عايشة معانا ومش شايفينهم، وفي ناس عايشة فينا أصلا. كل ما يحاولوا يهدوا جزء من المبنى يحصل حريق، يتوفى موظف، تتلخبط الإذاعة. حتى في 2011 لما كان في اقتراح ينقلوا المبنى كله للعاصمة الإدارية في مصر حصل انفجار كهرباء غريب رغم إن الكهرباء كانت مفصولة. ومش بس كده كمان، ده في 3 من العمال اتصابوا بحروق جامدة جدا. والناس اللي بتمشي من ماسبيرو مش بترتاح وبتشوف كوابيس، بتسمع نداءات، بيجيلهم صوت نخرات في الحيطان. وفي واحدة من المذيعات قالت إنها قاعدة في بيتها سمعت صوت من التلفزيون بيقول رجعيلي الشريط اللي أخديه، الشريط ده مش بتاعك. وكانت لسه واخدة نسخة قديمة من الأرشيف. ويمكن أغرب حاجة في كل دوت إن كل مرة تيجي لجنة أو جهة أمنية تدوروا على أي حاجة تدل على الأصوات أو الفيديوهات أو الحوادث بتختفي الأدلة، ومفيش ملف ثابت ولا تسجيل باقي ولا حاجة بتثبت حاجة، كأن المبنى بيرفض إنه يطلع أسرار. إن أنا يا صديقي حابب أقولك إن ماسبيرو مش مجرد مبنى، ده واحد من الأماكن القليلة اللي اتبنت على لعنة واتغذت بالذكريات والتضحيات والدم، وكل يوم بيعدي بيربي حاجة جواه، حاجة كبيرة وحاجة مش من هنا أصلا. ولو في يوم من الأيام كنت ماشي جنب المبنى دوت وبصيت فوق وشفت ضي شباك مولع في الدور المفروض فاضي، ما تقفش وما تسألش، لأن ماسبيرو بيراقبك. وبس كده، سلام.